نجزار ورحب بالمدرب ساسي وهيب. اهلا وسهلا بك كابتن. بالحديث عن بيتكوفيتش، كيف تقيم مشواره مع المنتخب الجزائري حتى الآن، وهل يستحق بالفعل كل هذه الانتقادات الحادة؟ مساء الخير محمد. إذا تكلمنا على العموم، ما لازمش ننسى محمد أنه الشيء الإيجابي، المنتخب الوطني الجزائري رجع لمنافسة كأس العالم بعد ما تغيب على نسخة 2022 و 2018، وكذلك حقق تأهل إلى الدور الثاني اللي يعتبر ثاني مرة في تاريخ الكرة الجزائرية. فإذا تكلمنا من الجانب الإيجابي، فيه مجموعة من النقاط اللي تحسب المدرب بيتكوفيتش وكذلك للناخب السابق جمال بالماضي اللي ترك المنتخب ب6 نقاط متصدر للمجموعة أيام التصفيات. ولكن المردود اللي أظهره المنتخب الجزائري في آخر كأس إفريقيا أثبته كذلك مرة أخرى في هذه الدورة، وين أثبت مرة أخرى أنه ما كانش فيه انسجام. ما قدرش بيتكوفيتش يركب فريق تنافسي قوي. لاحظنا أنه فيه جملة من الأخطاء، فيه عدد كبير من الأهداف اللي تسجل على المنتخب الجزائري. لاحظنا كذلك عدم ثبات في التشكيل الأساسي، يعني ما شفناش المنتخب لعب ولو 2 أو 3 مباريات متتالية بنفس التشكيل، فكل هذا رجع بالسلب على المنتخب الجزائري. الروح هي السؤال الأول حول أو الفارق الكبير بين فكرة المدرب وفكرة الاتحاد الجزائري، الشعب الجزائري، حتى لاعبين المنتخب الجزائري. المدرب يصف المشاركة بالناجحة، لكن الجميع يجد الظهور اللي قدم المنتخب الجزائري وحتى النتائج ما كانت جيدة. أنك فزت فقط على المنتخب الأردني، وهو منتخب مع احترامنا للمنتخب الأردني بس لكنه أقل بكثير من المنتخب الجزائري ومن الآمال المعقودة عليه بالنسبة للمتابعين الرياضيين. التعادل أمام النمسا، الخسارة بثلاثية نظيفة أمام الأرجنتين، وخسارة بهدفين دون مقابل أمام منتخب سويسرا. يدل بالفعل أن المشاركة صحيح أنك تأهلت الدور الثاني، لكن أنت ما تأهلت لأنك أفضل فريق. هو لو نشوف النتائج الفنية محمد، نظن أنه النتائج ما كانتش في مستوى تطلعات الاتحاد الجزائري ولا الشعب الجزائري ولا حتى مستوى اللاعبين اللي متواجدين في المنتخب. ولكن الشيء اللي يأثر كثير والشيء السلبي والشيء اللي راهو يتذمر منه الشعب الجزائري وكذلك الاتحاد الجزائري لكرة القدم هو الطريقة. يعني الطريقة اللي راهو ينهزم بها المنتخب الجزائري هي اللي راهي تطرح تساؤلات، لأنه لاحظنا أنه مثل ما قلت ما فيش ثبات في التشكيل، المردود سيء، التنشيط الهجومي ما يجيبش كثير من النتائج، دفاعيا يعني تسجلت علينا مجموعة من الأهداف من مختلف المناطق. يعني لاحظنا أنه في أهداف اللي جات في العمق، في أهداف اللي جات على الأطراف، وكل هذا يبعث بالتساؤل هل حقا المدرب يعني المعطيات اللي راهو يقدمها للاعبين هل هم يفهموا بنسبة 100% المطالب اللي راهو يطلبها منهم؟ هل في انسجام بين الفكر الكروي مع مجموعة اللاعبين اللي متواجدة؟ فكل هذا يطرح تساؤلات، خاصة أمس في الشوط الثاني مجموعة التغييرات اللي قام بها والمناصب اللي استعمل فيها اللاعبين كلها كانت يعني نقاط استفهام اللي احنا كفنيين يعني ما فهمناش كل شيء.